في إطار محاربة المناورات الخطيرة على شبكة الطرقات، تم استغلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رصدت فيه سيارة نوع فولكسفاجن جولف الجيل السابع يقوم سائقها بمناورات خطيرة والسير المتعرج وسط الطريق، معرضا بذلك حياته وحياة مستعملي الطريق للخطر. على إثر ذلك وبالتنسيق مع السلطات القضائية تم فتح تحقيق في هذا الشأن، أين تم تحديد هوية السائق المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية لمواصلة التحقيق وحجز السيارة المستعملة في المناورة. سيتم تقديم المعني أمام السيد الوكيل الجمهورية المختص إقليميا بجنحة تعريض حياة وسلامة مستعملي الطريق للخطر، وكذا جنحة تغيير الاتجاه أو القيام بالانحرافات المفاجئة دون مراعاة سلامة مستعملي الطريق. المساعد الأول بويغ بالزيتوني قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية.